انا رندا مجدي ودي شوية فضفضة. الحقيقة ان دي مش شوية فضفضة، ده طلب، ده رجاء لكل اب وام. ربوا عيالكوا شوية، بجد ربوا عيالكوا شوية، عشان احنا اللي بنلبس فيهم في الاخر. احنا بنتكعبل في العيال دي في الشغل وفي الشارع وفي كل حتة في الدنيا، والعيال دي عشان ما تربتش زمان وما اتعلمتش ان هي تراعي ظروف الناس اللي حواليها، وممكن يتأذوا بكلمة او بتصرف او بأنانية، بيخربوا حياة ناس. بجد بيخربوا حياة ناس. يعني لو العيال دي اتعودت على الاستهتار، هتلاقيهم ماشيين بيخبطوا في عربيات الناس اللي شقيانة وتعبانة فيها، عشان ببساطة هم اتعلموا ان العربية دي حاجة عادية جدا، هم مش تعبانين فيها. وبابا وماما معلموهمش ان العربية دي حاجة كبيرة وليها قيمة، وفي ناس كتير قوي بتتعب علشان تجيبها. فهتلاقيهم ماشيين في وسط الشارع بيخبطوا في عربيات الناس، وعايزين يدوسوا الناس اللي ماشيين في الشارع، عايزين يمشوا لوحدهم في شوارع لوحدهم فاضية، هم بس اللي بيمشوا فيها. وهتلاقي هم دول برضو اللي بنشتغل معاهم، وهنلاقيهم مؤذيين جدا. يا مؤذيين بقى عصافير بيروحوا يقولوا الأخبار كلها وبينقلوا أخبار الناس، يا إما بيوقعوا الدنيا في بعض، يا إما بينسبوا شغل مش بتاعهم لنفسهم. والحقيقة إن الموضوع ما بيقفش على الفكرة نفسها، إن حد نسب لنفسه شغل، أو حد قال على حد حاجة، أو حد خد شغل حد وقال عليه إن هو بتاعه. ما بيبقاش كده تايتل من بره إن حد سرق شغل حد. موضوع ليه أبعاد أكتر من كده. ممكن اللي سرقت شغله ده يبقى بينهار بجد على الشغلانة، يبقى بجد الترقية اللي هو واقف عليها دي حياته ممكن تقف كلها على الترقية دي. مش رفاهية، يعني مش بيعمل كده علشان يتشاف أو يتقال عليه إن هو الجامد الشاطر. في ناس بتشتغل بجد مش عشان يتقالها إن هم شاطرين، بتشتغل عشان هم عايزين يشتغلوا عشان ياخدوا فلوس عشان يعيشوا. فما تجيش انت بمنتهى الاستهتار تاخد شغل حد تنسبه لنفسك، او تاخد فكرة حد ليك، علشان انت اتربيت من زمان ان ده العادي، ان الكون كله بيلف حواليك انت بس، ان الكون كله مسخر ان هو يسعدك ويعمل الحاجات اللي انت عايزها ويخليك مبسوط ويخليك ناجح. مع ان احنا لو شلنا الحتة دي وهم عايشوا كده من غير بقى ما يسرقوا شغل حد، او يقلوا من حد عشان هم يوصلوا، او ينموا على حد علشان يبقوا هم اللزاز الحلوين اللي بينقلوا الاخبار، من غير كل الحاجات دي، هم بجد ناس فاشلة. هم بجد ناس مش واصلة ولا شاطرين ولا بيعرفوا يعملوا حاجة اصلا. ودي حاجة هم ما طلعوش فجأة بيها كده وبقوا ناس انانية وناس مؤذية وناس شايفة ان الكون كله حواليهم هم بس. لا خالص، الموضوع ابتدى من عندكم انتوا، من الاهالي اللي مربتش كويس، الاهالي اللي كانت سايبة العيال دي تتدلع تحت بند ان ابني ما بيغلطش، تحت بند ان ابني اللذيذ الوحيد اللي انا لازم ادلعه علشان هو ننوس عين ماما، او بنوتي الحلوة الجميلة اللي انا ما خلفتش غيرها، او شايفة بنتي احلى واحدة في الدنيا فمن حقها تعمل اي حاجة. انا بشوف اهالي شايفة ولادها بيضربوا عيال تانية، عيال اطفال بيضربوا بعض بالاقلام، والاهالي شايفة ان بنتي من حقها تعمل اي حاجة. مش بيعتذروا حتى او يودوا وشهم الناحية التانية او يقولوا سوري مثلا او يدافعوا باي شكل من الاشكال المحترمة. لا خالص، هما بيردوا ان انا بنتي تعمل اللي هي عايزاه. الكلام ده على الولاد برضو، الولاد اللي لما بيغلطوا في بنات، ولا لما بيعدوا حدودهم على بنات، او لما بيأذوا بنات، تروح تكلم الاهالي دي يقولولك ابني يعمل اللي هو عايزه، اصل الغلط على البنت. هم دول اللي بنقعد نشوف اخبارهم بقى على الفيسبوك، هي دي البنات اللي بنلاقيهم على التلفزيون وعلى الفيسبوك ضاربين بنات تانية في المدارس وبيقولوا الفاظ زي الزفت، وبنزعل احنا قوي ان ازاي البنات دي وصلت للمرحلة دي. ما عشان انتوا ما قعدتوش تقولوا للبنات ان عيب ان انتي تمدي ايدك على حد، او عيب تشتمي حد، او عيب تتكلمي بالطريقة دي، او عيب ان انتي تقللي من حد. هي دي البنات اللي لما بتكبر بتبقى بنات مؤذية. ده على محيط المدرسة الصغير، لما بيكبروا وبيشتغلوا بتبقى المشاكل أكبر من كده بكتير جدا. المجتمع لما بيكبر بيهم وبيبقوا في وسط ناس أكبر ومصاحبين بنات أحلى وأجمل منهم وبيبتدوا يرتبطوا، هي دي البنات اللي بنسمع عنها إن هي موقعة الدنيا في بعض. هي دي البنات اللي موقعة الدنيا في بعض عشان هم زمان اتربوا على إن كل الدنيا بتلف حواليهم هم بس. وهم دول برضو الصبيان اللي بيكبروا
وبيخربوا حياة بنات وبيخربوا حياة ناس حواليهم، عشان هم اتربوا زمان ان اعمل يا حبيبي اللي انت عايزه، الغلط مش عليك، الغلط على البنت. او اعمل يا حبيبي اللي انت عايزه واحنا نلم وراك. هو مش عيب ابدا ان احنا نلم ورا ولادنا، ومش عيب ابدا ان احنا ندافع عن ولادنا، ومش عيب ابدا ان احنا نبقى سند وظهر لولادنا، بس كل حاجة بالاصول. لان لما بيكبروا ما بيبقاش على قد المحيط بتاع البيت، هما بيطلعوا بره لمجتمع اكبر، وبيروحوا يأذوا ناس ما كانش ليهم اي ذنب في الدلع ده خالص. ما كانش ليهم ذنب ان البنت دي اتدلعت دلع بايخ ملوش اي 30 لازمة، راحت اذت بيه بنات متربيين بطريقة مختلفة. او ولد خرج لمجتمع بالتربية بتاعت ماما وبابا ان ابني يعمل اللي هو عايزه وبراحته، ومحدش بيحاسبه او محدش اصلا بيقوله ان انت بتعمل حاجة غلط، محدش بيغلطه. يطلع بره يبهدل حياة ناس ويأذي ناس. ما هم العيال دي هم صغيرين لو لقيت حد بيقولهم ان كده غلط وكده عيب، كده ما ينفعش ان احنا نأذي حد، ما ينفعش ان احنا نضايق حد، ما ينفعش ان احنا نتريق على حد، ما ينفعش ان احنا نستغل حد. وللأسف احنا ما بنبقاش قادرين ان احنا نختار احنا بنتعامل مع مين. احنا لو عارفين ان الناس دي مؤذية من الاول هنتجنبهم، بس للأسف احنا ما بنبقاش عارفين. حتى لو عرفنا مش طول الوقت بنقدر نختار الناس اللي بنعرف نتعامل معاهم، او الناس المناسبين لينا ان احنا نتعامل معاهم. احنا بنختار بس اللي بيكملوا معانا. لكن الناس اللي بنقابلهم كل يوم في شغل او في شارع او في الطريق او في السوبر ماركت او في واحنا مسافرين او حتى الجيران، ما هو احنا مش طول الوقت هنقدر ننقي جيران، مش طول الوقت هنقدر نختار الناس اللي متربية ان احنا نحتك بيهم كل يوم. ولو قدرنا ان احنا نعمل ليميت للمعاملات اللي شبه كده، او لتعاملنا مع الناس شبه كده، بس في ناس بيضحك عليها، في ناس ما بتبقاش عارفة ولا مدركة حجم المصيبة اللي قدامهم، حجم التربية المؤذية جدا اللي قدامهم. في ناس متبقاش مدركة ان في حد ممكن يكون متربي بالطريقة دي، او في حد مؤذي بالشكل ده، او في حد ممكن افكاره تجيبه ان هو يستغل حد بالشكل ده. ولما بيدركوا ان هم مؤذيين فعلا، او الناس دي ما ينفعش نتعامل معاهم، بيبقى خلاص اتأذوا بأي شكل من الاشكال، اتعلم عليهم يعني بأي شكل من الاشكال. وساعتها مش بس بيدعي على البني ادم، هو بيدعي على اهله اللي ربوه بالطريقة دي. فالدايرة بتلف وبترجع تاني للأهالي، دايرة هتلف وهترجع لكم انتوا. أي دعوة إذا كانت كويسة أو وحشة هتترد لكم انتوا. لو خبطنا في حد مش كويس بندعي عليه وبندعي على أهله اللي ربوه وصلوا المرحلة دي، ولو خبطنا في حد كويس بنقول الحمد لله إن هو كويس، وبندعي له وبندعي لمامته وبندعي لبابا كمان. فعلشان كده أرجوكوا ربوا عيالكوا كويس، علشان احنا اللي بنلبس فيهم في الآخر.